توجه كبير قوي في النادي الاهلي على الابقاء على عماد النحاس لفتره معينه بعد استئناف الدوري وبعد ما نخلص ماتشات المنتخب. وبيقولوا ان هم هيشوفوا نتائج عماد النحاس مع النادي الاهلي ومع اللعيبه بالنسبه للماتشات اللي جايه في الدوري. بيقولوا ان هم هيستنوا شويه. في اسماء كتير مطروحه بالنسبه للمديرين الفنيين الاجانب، زي روزا وزي حد اللي هو اتكلموا عليه وجابوا كلام يعني ولغط كبير على جوزيه مورينيو، وهو فعلا بالفعل رفض العرض يعني لضعف المقابل المادي اللي هو السنوي، لان الاهلي كان حاطط حوالي 10 مليون دولار ودول مش هينفعوا مع واحد زي جوزيه مورينيو. بيقولوا ان هم هيستنوا عماد النحاس، وبيقولوا ان هم مش هياخدوا قرار في المدير الفني الاجنبي الجديد غير بعد استئناف الدوري. اتمنى ان انا اسمع ارائكم بالنسبه يعني للقرار اللي يعني بيتداول جوه النادي الاهلي عن استئناف عماد النحاس والصبر عليه لحين انه يشوفوا النتائج بتاعته، ولا هل احنا محتاجين مدير فني اجنبي بالفعل يمسك النادي الاهلي بالنسبه للفتره اللي جايه. اتمنى اشوف ارائكم في الكومنتات، واتمنى ان احنا نتناقش في الموضوع ده، واشوفكم فيديو تاني على خير. كان معاكم ميدو الصباغ، وده كان خبر مهم اعرفكم بيه، واشوفكم فيديو تاني على خير. السلام عليكم.